في ماما بتسأل وبتقول أنا ما بعرفش حاجة في البرمجة، هل هعرف أذاكر له؟ بصي عشان أكون صريح معاكي، المفاهيم البرمجية اللي موجودة في أصعب لغات البرمجة في العالم هي أصلا مفاهيم حياتية كلها. يعني لما أقول لك إن في مفهوم مهم جدا اسمه الجوريزم اللي هو خوارزمية بالعربي هتتخضي من الاسم، لكن لما أقول لك إن الخوارزمية دي عبارة عن خطوات معينة تحت بعض عشان نوصل لهدف معين، الموضوع هيكون سهل قوي. ناخد مثلا المثال اللي قلناه في الفيديوهات اللي فاتت، إن ابنك صحي الصبح عمل 5 خطوات قبل ما ينزل على المدرسة: غسل وشه وأسنانه، لبس لبسه، فطر، جهز شنطة المدرسة، نزل على المدرسة. هو مش هيعرف يروح المدرسة إلا لو طبق الخوارزمية دي أو الخطوات المرتبة دي. وقيس على كده بقى أي حاجة تانية في حياتنا، حياتنا كلها عبارة عن خطوات مرتبة عشان نوصل لحاجة معينة. فالموضوع بسيط جدا، والكورس كله يا جماعة صدقوني مش مكمل نص ساعة أو ساعة إلا ربع تقريبا. وأنا يا ست الكل مقسم لك الكتاب ل5 أيام كنوع من التحدي لطفلك، وعملت لك دليل عبارة عن كورس مسجل عبارة عن 5 أيام كل يوم في فيديوهين اتنين: فيديو للشرح بشرح لك إيه هو المفهوم البرمجي ده وإزاي توصليه للطفل بطريقة بسيطة بأمثلة حياتية من حياتنا، والفيديو ده تقريبا مدته دقيقة أو أقل من دقيقة. والفيديو التاني بتاع كل يوم عبارة عن فيديو الحل، بحل معاكي أهم التمارين اللي موجودة في الكتاب على المفهوم البرمجي ده، وبقول لك شوية تعليمات في السكة عشان تاخدي بالك منها وتقوليها لطفلك. والفيديو ده برضه بيبقى عبارة عن 3 ل5 دقايق. فصدقيني الموضوع بسيط وهيبقى مرحلة فارقة جدا في حياة طفلك.